السلام عليكم. تعالوا بقى اوريكم يا جماعه، تعالوا بس كده شوفوا الحاجات اللي انا جبتها وقولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي هل انا صح ولا غلط. وعايزه اقول لكم انا جبت الحاجات دي ازاي وجبتها منين وجبتها لمين، وهقول لكم احنا بنعمل كمان ايه. تمام. وبرضو اللي عنده فكره تانية وعنده راي تاني حابب يقوله لنا يقوله لنا. اول حاجه يوم الجمعه لقيت جايالي رساله: هبه ازيك، عامله ايه، اخبارك؟ تمام. والله العظيم محتوى الرسالة بقى المهم. والله العظيم أنا ما عندي لقمة أأكلها لولادي، ومش معايا فلوس، ومش عارفة أعمل إيه. فكرت كتير قبل ما أقولك، بس ما لقيتش أي حد ينفع أقوله إلا أنتي. أنا ولادي محتاجين أكل وشرب. بس انا شفت الرساله، كنت في طريق، ما كنتش في البيت. اتجنيت بصراحه. عملتها سكرين ورحت جايه بعتها لاصحابي. الاول قبل ما ابعت اعمل سكرين، رحت جايه قلت لها استلفي بسرعه من اي حد 200 جنيه وانا بكره هديها لك، وهتفرج بامر الله، ربنا يدبر لك الامر. وفعلا رحت واخده السكرين وبعتها لاهل الخير. والله اكبر، اللهم بارك. اللي اتبرعت ب 200، واللي اتبرعت ب 100، واللي اتبرعت ب 50، واللي اتبرعت ب 500، واللي اتبرع ب 1000، وهكذا. والله اكبر، الله اكبر. نزلت جبت خيرات الله كلها زي ما انتم شايفين: لحمه وكبده وبرجر وفراخ وعسل وجبنه ومربى وحلاوه وصلصه وهكذا بقى، وشويه بقوليات والحاجات دي كلها. في حد مثلا يجي يقول لي ايه، طب هبه ما تدي للناس الفلوس وهم يجيبوا براحتهم. تعالى بقى اما اقول لك الفكره بقى. انا مثلا جالها 2000 جنيه، فبديها ال 2000 جنيه، فبتنزل تجيب اكل النهارده وبتروح جايبه اكل بكره. ماشي، ادي كده يومين. وتروح جايبه شويه بطاطس وشويه طماطم، وتروح جايه واخده بقيه الفلوس، تروح جايه دافعه درس ده، دافعه ميه، مش عارفه ايه، دافعه جايبه بنطلون للعيل، جايبه الكذا. بعد 3 ايام تتصل بيا: انا خلصت الاكل. يعني ازاي انا خلصت معيشة؟ ما انت واخده من يومين 2000 جنيه مثلا يعني. فانا بقى بحب ان انا اعمل ايه، احنا دايما في عندي فكره ان احنا نستر البيوت لمده شهر. فانا بحب الفكره دي جدا، وابقى انا كمان مرتاحه بصراحه. يعني ببعد حاله وببعد دوشتها عني شويه. فبحب استر 3 4 بيوت كده في الشهر، لمدة شهر، فبيبقوا فرحانين وشبعانين ومستورين. ففي ساعتها بقى اي قرش بتوفر معاها بتروح بقى تعمل ايه، تجيب التيشيرت اللي هي عايزاه، تجيب البنطلون، تدفع حق الحصة. انا كده كده بفضل الله وكرمه ثم اهل الخير امنت لك ايه، امنت اللقمة لمدة شهر. فاي حاجة هتتوفر مع الحالة تروح جاية على طول جايبة بيها الحاجات اللي هي عايزاها. هي بقى دي وجهة نظرنا، ان احنا بفضل الله وكرمه طبعا نجيب الاطعام ونجيب لهم خيرات الله. واديتها كمان مع الحاجات دي مبلغ كده كويس. فهي كده تبقى احنا عملنا ايه، وفرنا باب الفطار والغداء والعشاء، وكمان شاي وسكر والحاجات دي كلها. والله اكبر، اللهم بارك. عايزه اقول لكم على حاجه: الاطعام بيزيل النقمه، الاطعام بيزود الرزق، الاطعام بيفتح البيبان المقفله، الاطعام بيفك الكرب. يعني انت لو عندك كرب طلع اللقمه اللي عندك، طلع لقمه من بيتك، طلع اي حاجه من بيتك لقمه. لو والله العظيم لو سندوتش جبنه انت كنت هتاكله، سمي الله وطلعه لحد تاني، وبنيه فك الكرب، والله الكرب هيتفك. والله ده غير طبعا الاطعام. الاطعام دوت بيتعمل حبا في الله سبحانه وتعالى. عارف لما تبقى عامل اطعام حبا في الله سبحانه وتعالى، كل اللي شارك جزاكم الله خير الجزاء.